هي فلسفة الريشة واللون، فلسفة تعفيك من الحديث عن المدرسة التشكيلية التي تنتمي إليها وعن عمرك وحتى عمر علاقتك بالرسم. وهؤلاء الشباب تشبعوا بهذه الفلسفة، لكل رؤيته ولكل مساحة يشغلها عشق الفن في داخله. الفن التشكيلي هو بمثابة واحد ساحة للتعبير ولتفجير جميع الطاقات المكبوتة داخل الإنسان. بالنسبة لي أنا خص بدا يجوز النهار اللي بدا خصني نكون هاز بانسو في يدي، فهمتي؟ ما إلا ما داز النهار ما عنديش بانسو في يدي أنا ماشي نهار عندي. هاد الدرجة عندك عندي تيجري لي مع الدم ديالي. هذا العشق غير المشروط للفن جمع 64 هاويا وهاوية في نهائيات المهرجان الوطني للفنانين التشكيليين الشباب، وذلك بعد فوزهم في الإقصائيات الإقليمية التي نظمت بمختلف أقاليم المملكة، والتي شارك فيها 400 شخص كلهم ينتمون إلى أندية الفنون التشكيلية بدور الشباب. المهرجان يعرف تنظيم ورشة في الخط العربي أيضا. العربي وبالضبط تعلم الخط المغربي المبسوط، وهو من الأنواع التي برزت الآن على الساحة الخطية في المغرب. ما نساوش أن هذا مهرجان الشباب اللي هو ماشي غير محترف، اللي هو شباب هاوي، والأمل ديالنا هو من هذا الشباب هذا يخرجوا لنا محترفين كبار اللي كيعشقوا هذا الفن واللي يمكن لهم يوصلوا لمستويات اللي تشرف البلاد. أما الفائزون في النهائيات فالموعد يوم السبت القادم بفاس.